بصوا، هو الروتين ده كان روتين واحد وكنت هنزله لكم على بعضه، بس ما حبيتش اطول عليكم الروتين، وعشان روتينتي كده تبقى خفيفه على قلبكم. وبشكركم جدا 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 على لايكاتكم. الروتين اللي فات بجد لايكاتكم بتبسطني جدا، لان دي لايكاتكم بترفع لي الروتين وبترفع لي المشاهدات عندي. فبجد تسلمولي ان شاء الله، يعني ان شاء الله عيلتي تكبر بيكم وطول ما انتوا معايا وبتشجعوني بلايكاتكم وكومنتاتكم، عارفه ان شاء الله انا هوصل بحلمي. فبجد بشكركم جدا، وشكرا لكل اخواتي اللي نوروني بالاشتراكات. بجد نورتوني وشرفتوني، ويا رب عيلتي تكبر بيكم. يلا بينا بقى نشوف كنا بنعمل ايه. بس حبيت بجد ان انا اشكركم على الفيديو اللي فات. اي نعم، يعني بالنسبه لاي قناتي صغيره في اي حاجه، مثلا زي المشاهدات، زي اللايكات، زي اي حاجه، طبعا قناتي صغيره، بس تفاعلكم معايا هي اللي هتخليها تكبر. فبجد لما بتتفاعلوا معايا في الروتين بلاقي ده حاجه ملحوظه جدا، وببقى مبسوطه وفي قمه سعادتي بجد، لان بحس ان مجهودي ما بيروحش على الارض. زي ما انتوا شايفين ده الروتين اللي فات. كنت بنعمل انتريه بقى وشلنا الستاره وقعدنا شويه وفطرنا ولعبنا في الموبايل، وحبيت ان انا احط لكم مشاهد منه كده، لكن تلاقوه عندي على القناه. الروتين اللي فات تخشوا كده برضو اتفرجوا عليه، تكمله الروتين ده. طبعا انا بقوم زي ما قلت لكم الروتين اللي فات، بقوم افطر وبعد كده ممكن اقعد بقى اقلب شويه، اشوف الاشتراكات عندي ايه الدنيا، اشوف اللايكات عندي ايه الدنيا كده. ساعات بيتسد نفسي خالص. محمد هنا كان بيقول لكم حطوا لايك. طبعا اتفاجئت ان هو بيصورني بعد كده، بس عادي يعني، ادام بلبسي وباحترامي عادي مفيش مشكله. اللي انا بحب بمنتجه واللي بحب اسيبه بسيبه. زي ما بقول لكم بقى، ساعات بيتسد نفسي تماما، وساعات يعني ايه بقول ايه، النجاح فعلا يا اخواتي، النجاح عايز صبر، والصبر مفتاح الفرج. بس قبل اي حاجه بقى عايزه اقول لكم نصلي على الحبيب. انا بحب ابدا كلامي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا بقى اقول لكم كنت بعمل ايه في الروتين. طبعا انا خلصت الانتريه وظبطت الدنيا ورشيته وفكيت الستاره، وشلت كمان الكفر بتاع الانتريه. الكفر غسلته وهفرش معاكم الدنيا. وبعد كده ايه، قعدت شويه كده وقلت اقوم اخلص الجزء الثاني، لان الجزء الثاني يعني زي ما انتم شايفين ايه، اللي هو اللي فيه السفره والنيش والدنيا دي داخلين على بعض. فلو هنا في تراب كاني ما نضفتش الناحيه الثانيه، ولا كاني عملت اي حاجه خالص. فلازم ان انا اظبط الدنيا. لما نزلت الستاره بقى ونفضت الانتريه ولمعت وكده، فطبعا عند السفره والتلاجة والنيش اتبهدل. فطبعا نزل بقى وهو رايح هيفضل ياخد من هنا يحط هنا، فقلت لا لازم اخلص بسرعه. وانا اللي بيعطلني الميه بصراحه. بس اتعودت ان انا اخزن عندي ميه واخلصها، ولما تيجي املاها وخلص يعني. عملت نظام كده عشان خلاص، يعني هي بقى روتين الميه والنور ده بقى روتين عادي يعني في يومي وفي حياتي. فالواحد لازم يتأقلم على حسب اليوم بتاعه. هو اصل احنا مش احنا اللي بنمشي اليوم هو اللي بيمشينا يعني. صرف النظر ان جيبي ده طالع مش عارفه ليه كده، ما خدتش بالي الا دلوقتي، بس ولا يهمكم. ومش عارفه ليه هنا برضو كنت بلعب في زراير النور. هقول لكم، انا عايزه اطفي اللنده اللي قدام الباب، فكل ما اطفي اللنده اللي قدام الباب تطفي لي جوه، ومش عارفه دي مشكله في ايه. مش عارفه، حاسه ان النور كله ده عندي دخل على بعض ولا ايه. ماشي، هنحلها ان شاء الله. فاليومنا اللي بيمشينا يعني، مش احنا اللي بنمشي اليوم، لان طبعا اليوم ده حاجه في علم الله يعني، وترتيب بتاعت ربنا. فممكن انا اقوم الصبح اقول هعمل كذا وهعمل كذا، وساعات ما بعملش الحاجه اللي انا قلت اصلا ان انا هعملها. فساعات الميه بتقطع، ساعات النور بيقطع، ساعات بنزل بيكون ورايا مشوار، ساعات بتعب، ساعات ابني بيتعب. يعني بحب اقدم المشيئه دايما، اقول ان شاء الله وباذن الله. وطبعا ده عن تجربه. المشيئه اهم حاجه يعني. في صغري وانا صغيره كنت اقول ايه، بكره هعمل كذا، دلوقتي اقول ان شاء الله بكره هعمل كذا، لان لو شاء الله الدنيا هتمشي. مش احنا اللي بنمشي اليوم يعني. محدش بيقوم من النوم يمشي يومه اللي هو النهارده هعمل وهعمل 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 وتلاقي اليوم ماشي كده عادي. لا، ساعات بيحصل لنا حاجات كده. انا يومي بيبقى مترتب
زي ما ربنا يريد بمشي يومي يعني. بس ان شاء الله في الفتره اللي جايه وفي روتيناتي هعيشكم معايا يومي كامل على الطبيعه. يعني مثلا بقوم اعمل ايه الصبح، بحط فطار، بنفطر يعني. هظبط لكم كده اليوم وهظبط لكم الروتين معايا، تبقوا عايشين معايا الطبيعه. مش هسجل صوت وهحاول ان انا اخلي لكم الروتين على طبيعته على قد ما اقدر. وده فعلا اللي انا بعمله يعني. انا روتيناتي معاكم على الطبيعه، بس عايزه اخليها في الافضل وفي الاحسن عشان يعني قناتي تنيل اعجابكم اكتر. ولو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتيش طبعا نوريلي قناتي باشتراكك، واكتبي لي كده كومنت تشجعيني بيه، لان تشجيعاتكم بتفرق معايا، واللايك بتاعكم ده بقى بيفرق معايا جدا لانه بيرفع لي الروتين. وزي ما انتوا شايفين كده ابتديت بقى ان انا لمع الجزء التاني في ثانيه كده، بس كنت غيرت يعني وقمت قلت المع وكده واخلص بالمره وبلاش كسل بقى، وخلصت ايه الجزء التاني على طول. انا بحب التنظيفه دي اللي هي تبقى سريعه وفي نفس الوقت برضو فيها تلميعات كده يعني، عشان الجو حر وبفتح الشباك والدنيا بتتطرب وبتتبهدل وكده. حتى الترابيزه دي كده تحت السفره لان ملهاش مكان، لما غيرت طريقه الانتريه ملهاش مكان زي ما انتوا شايفين، وهفضل احطها جنب الانتريه. هفضل رايحه جايه هتخبط في رجليا او في رجل ابني او في اي حد هتعوره يعني. فرحت حطها كده تحت الترابيزه يعني لحد ما اشوف لها مكان. ثبت الغسيل دون حطاه كده عشان وانا رايحه في الاوضه دي الم فيه اي حاجه عايزه تتغسل، وبعد كده بشيله من مكانه. والانبوبه الرخمه الرزه دي مش لاقي لها مكان، بس هشيلها يعني دلوقتي معاكم في الروتين. وايه تاني عايزه اقول لكم عليه، او السجاده اللي جنب التلاجة ده بقى نضيفه كل حاجه وغسلان، بس هرفع المراتب واحطه تحت وافرده كده تحت المرتبه علشان ايه ان شاء الله على خير على خير يعني. املي في ربنا كبير ان الشتاء بقى يخش، عشان انا اتخنقت بجد من الصيف طول ورخم واخد الموضوع جد قوي السنه دي. بس كده. وابتديت ان انا المع، وطبعا هغير الميه دي، بس ايه الميه دي كانت من الجزء التاني، فرحت قلت اشيل بس بقى الترابه كده، وبعد كده هروح ايه وانا بشيل الانبوبه هغير الميه واحط شويه كوروكس كده الوان وشويه اوكسي يدوا ريحه حلوه كده، وهروح راجعه تاني ملمعه يعني على نظافه. طبعا الكرتونه اللي انا حطاها هي مش كرتونه، هي علبه كده بتتحط جنب التلاجة. هقول لكم ليه، لان انا عندي الجزمه فيها حاجات جزم وكوتشيهات وحاجات بتاعه الخروج وكده يعني، فماليه الجزامه. فدي بقى الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنبدل فيها نازلين طالعين خارجين، يعني حاجات البيت، حاجات يعني النزول اللي هو حوالينا ده كده يعني. فحطها فيها وبحط المشايه دي كده عشان اللي يخش يقلع ايه عليها يعني. هي مش مخليه المنظر حلو، بس عمليا ان ما تخليش ايه من عند التلاجة كوتش ومن عند الجزامه كوتش ودخلة المطبخ، والحاجات دي ممكن تكعبلنا واحنا ماشيين شايلين حاجه سخنه حاجه، فبتلم ايه كل الكوتشيهات. هي شكلها مش حلو بس عمليه. وبعد كده رحت جايبه الواقي. انا مش بحب افرش حاجه بصراحه في الارض، بس بحس ان يعني الحافظات دي بتلم ايه، بتخلي على طول يعني اللي بيمشي في الارض يحس ان الدنيا نظيفه يعني عن السيراميك كده. مش بحب المشي على السيراميك على طول حتى في الحر، مع ان المشي على السيراميك بيدي طراوه كده، بس مش عارفه بحس ان الحافظات بتحسسني على طول ان الشقه نظيفه. وبغسلها والله باستمرار، اذا كان صيف او شتاء بغسلها يعني، في الشتاء كذا مره وفي الصيف كذا مره. وهنا كان الجو حر جدا، وعايزه اقول لكم التصوير بالحجاب صعب 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 صعب، بس اللي بيهون عليا الصعب بجد. وبحس ان انا مبسوطه حتى لو الجو صعب اشتراكاتكم وكومنتاتكم ولايكاتكم وتفاعلكم معايا. يعني بحس ان انا يعني خلاص يعني في امل ان انا اكبر حلمي، وان شاء الله اكبره معاكم، لان انا مقتنعه ان اي قناه بتكبر بيكم. وبجد ربنا يكرم الجميع ويرزق الجميع ويوسع على الجميع يا رب. يكون روتيني عجبكم. ما تنسوش بقى لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا الاشتراك بتاعكم وتنوروني كده واللايك الجميل. ومع السلامه يا اخواتي، وانتظروني في روتينات جايه كتير ان شاء الله تعجبكم. وكمان انزلكم مقلب عاملاه في محمد ابني برضه هيعجبكم. رديت المقلب اللي هو كان عامله لي فاكرينه. يلا اقول لكم في رعايه الله، سلام، واشوفكم في يوم جديد وروتين جديد. سلام.